معايا ومعاكم النهاردة هنقدم مع بعض عصاير كده الكافيهات بكل أنواعها في البيت وبطريقة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، وزي ما عودتكم على قد الإيد. حاجة كده اللهم بارك. يلا بينا كده نعمل لهم بقى ملف كامل، وبإذن الله في رمضان الكريم نستخدمهم بدل العصاير اللي هي كلها الوان وسكر بس. يلا بينا كده في ايدينا ان احنا نعمل العصاير الطبيعيه بتاعتنا الجميله دي، وهنعملها بطرق مختلفه. وده عصير من ضمن العصاير هنعملها النهارده بطريقه سهله وسريعه وبسيطه جدا، وهتعجبك الطريقه. يلا نبدأ ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف أول عصير في أول ملف لينا من عصاير رمضان هيكون ازاي. بصوا بقى، عصير الليمون ده فريش وطبيعي وبطريقة جديدة. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير ونعرف عصير الليمون بتاعنا ده اتعمل ازاي. ما يلا كده نبدأ بسرعة ونسمي الله ونصلي على الرسول اللي بيحلي أكلاتنا وفيديوهاتنا ووصفاتنا كلها ببركة الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. يا احلى جمهور واحلى عيلة واحلى لما لقناة ايمي والعائلة، فضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولايك وكومنت. احلى متابعين لقناة ايمي والعائلة. يلا نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الليمون بتاعنا ده اتعمل الجميل ازاي. اللي عايزه اقول لكم هتشربوا كوبايه ورا كوبايه ورا كوبايه كده من حلاوته، مش هتبطلوه. يلا يلا نبدا نشوف المقادير بتاعتنا. عندنا بقى الكميه حسب افراد الاسره اللي انت عايزه تحطيه. حطيه من الليمون كميه من الليمون زي ما انت عايزه. عندي هنا كوباية من اللبن ومعاها كمان نفس الكوباية من المية. حابة ان انت تحطي بس نص المقدار بتاع اللبن، يعني كوباية ونص مية عليها نص كوباية من اللبن، عادي جدا هتمشي مش هتقول لا. وهنا طبعا السكر حسب التحلية. انا هنا حطيت اللبن وحطيت المية وحطيت كوباية صغيرة كده من السكر. وبصوا بقى، رشة الفانيليا دي بتخلي العصير يروح في حتة تانية خالص. وقبل كل حاجة، قبل ما نضيف العصير هنقلب المية باللبن بالسكر، عشان احنا عارفين ان الليمون حمضيات. فانت لو ضفت الليمون مع المية والسكر استحالة ان السكر يتقلب او هيتقلب بصعوبة. فانتي ريحي نفسك في الخطوة الاولانية دي. بصي، نزلي السكر والمية واللبن وقلبيهم الاول عشان تضمني ان الامور هتمشي بسلاسة. وعندي هنا قالب كده من القوالب مليان مكعبات تلج، هفضيه على العصير الجميل بتاعنا. وكنت عصرت بقى يجي 6 ليمونات حلوين كده مليان كله ميه. يبقى انا هنا استخدمت للكميه دي 6 ليمونات كبار. هاخد بقى كل المكونات الحلوة بتاعتنا دي وفي الخلاط مباشرة ونضربه ضربا مبرحا كده ويدينا العصير الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اعملوه بجد هيعجبكم جدا وهيعجب اطفالكم. وفي نفس الوقت احنا جمعنا كده ما بين قيمة غذائية. يعني بصوا، اللبن وسكر وليمون كده كوكتيل كله متوالف مع بعضه. بجد العصير ده جميل جدا. اتمنى ان انتوا تعملوه وتقولوا لي رأيكم ايه. ده الليمون اللي هو بتشربوه في الكافيهات، حاجة كده اللهم بارك. اعملوه وجربوه بجد مش هتندموا. ويا ريت تسجلوه ضمن وصفاتكم او ضمن العصير بتاعكم اللي انتوا هتعملوه في شهر رمضان الكريم باذن الله. بلاش بقى استغنوا عن العصاير اللي هي كلها الوان وسكر بس. ما احنا في ايدينا هو ان احنا نعمل العصاير الطبيعيه بطرق جميله وطرق كتير مختلفه هتشوفوها معايا على قناتي. يا ريت كده تعملوا العصير ده وتقولوا لي رايكم فيه ايه. وبكده قدمنا كده على السريع طريقة عصير الليمون بطريقة الكافيهات. يلا اعملوه وقولوا لي رأيكم ايه، فضلا وليس امرا. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ولايك وكومنت وشير للفيديو عشان الكل يستفاد. يلا بقى اسيبكم على خير واشوفكم بخير بإذن الله في الفيديو القادم. سلام.